نيجي بقى لمشكلة من مشاكلنا الكبيرة جدا. لو طلبت منكم يا شباب ان احنا ننطق الجملة دي، هو شاهد، he what، ايوه ايه بقى، he watched ولا watched؟ أنهي واحدة فيهم صح؟ بصراحة يا شباب في طريقتين لشرحها، طريقة أكاديمية وطريقة عملية. سيبك من الأكاديمية خالص، نركز في العملية. يلا كل واحد يعمل كده، حط ايدك على الأحبال الصوتية، يلا معايا ما تكسلش، وجرب بقى تنطق معايا الصوت ده والصوت ده. حسيت بحاجة؟ مفيش أي تغير تقريبا، ايدك ما تهزتش لحظة. طب جرب بقى تنطق الصوتين دول. شايف الفايبريشن اللي طالع ده؟ شايف الاهتزاز الشديد اللي عمال يطلع من صوتك ده؟ زي الفل كده، انت مسكت معايا اول الخيط. الاهتزاز اللي انت حسيت بيه ده، هم قسموا الكلمات بتاعت الانجليزي لجزئين، جزء بيعمل هزه كده فايبريشن، والجزء التاني ناعم وسلس جدا. جرب كده دلوقتي تحط ايدك على الاحبال الصوتيه وتسمع الاصوات دي. حسيت بأي اهتزاز؟ مفيش أي اهتزاز، الصوت ناعم جدا. قال لك بقى طالما الصوت ناعم وماشي معاك بالنعومة دي، كمله بنعومة، حط له حرف تي، كمل النعومة خليها تكمل. زي مثلا كلمة watched I watched she kissed me. kiss مفيش أي اهتزاز، وكملها بقى مفيش اهتزازات. she kissed me. بما اننا دلوقتي عرفنا الاساس، تعالوا نطبق من الافلام ونشوف هما بينطقوها ازاي. لو جبنا مثلا فعل زي ask يعني يسأل، الماضي بتاعها هيبقى asked ولا asked؟ حد يعرف ينطق الفعل الماضي ليها؟ اخر صوت معانا هو صوت ك. في اي اهتزاز في صوتك؟ مفيش اي اهتزاز في الاحبال الصوتية، وبالتالي النهاية ناعمة بدون اي اهتزاز. كمل النعومة. asked يعني سأل. miss يشتاق، missed ولا missed؟ النهاية حرف S، وبالتالي النهاية ناعمة. كمل النعومة وحط حرف T. he missed هو اشتاق، ومش عايزك تزود على حرف الT بالوضوح ده، لا ده لمسة كده. he missed. كلمة يضحك يعني ايه؟ laugh. طيب ضحك الماضي laughed ولا laughed؟ ببساطة اسمع الصوت الأخير من الفعل laugh. شايف الليونة الأخيرة؟ كأنها صوت حرف F. مفيش أي اهتزاز في أحبالك الصوتية، النعومة جميلة، كملها بنعومة جميلة زيها. he laughed. Come here. We've missed you. Oh, we've missed you. Oh, we've missed you. Oh, we've missed you. She kissed me. She kissed me. أما بقى الكلمات اللي عاملة هزاز دي، زي لو الاهتزازات اللي انت سامعها دي موجودة فعلا ومحسوسة في آخر الكلمة، I loved. شايف حرف الفي؟ هي بقى بالإي دي عادي جدا. I loved. تعالوا نجرب في الأمثلة دي. أنا نظفت I clean. حرف الإن بيهز، يلا نهي بإي دي. I cleaned. كله اهتزازات في بعضها، والناعم كله ناعم مع بعضه. دي خلاصة القاعدة. ونيجي بقى للسؤال الأهم يا شباب، هو أنا لما أكلم حد أجنبي بقى أحط إيدي على زوري في كل مرة وأجرب أقول له ثواني كده she kiss اس يبقى ناعمة، يبقى she kissed؟ استحالة ده يحصل، استحالة، أكيد مش هتعمل كده. طب إيه العمل؟ عايز ما تغلطش فيها ولا غلطة؟ السر هنا هو ممارسة اللغة، ما تاخدهاش بورقة وقلم أبدا. أثبت لك، خد المثال ده وهوضحها لك أكتر. بصراحة كده معظمنا كعرب بنستعمل كلمة used يعني إيه؟ يعني مستعمل. لو سمحت أنا عايز موبايل used يعني موبايل مستعمل. السؤال هنا بقى، إحنا ليه بنقول used بالدي مش بالتي؟ عمرك سمعت حد بيقول لو سمحت أنا عايز موبايل used؟ قول لي بقى نطقتها صح إزاي وأنت ما تعرفش القاعدة، بس نطقتها بسبب الاستعمال، بسبب الاستماع، بسبب الممارسة. الحياة العملية عرفتك إنها كده. نسكت هنا، ما اكتفيتش بكده، اخدني الفضول اني اسال الامريكان ذات نفسهم. رحت لجده لين وقلت اساله بقى ليه بنسمع افعال الماضي مره بنطق دي ومره بنطق تي. Sam, that's a question for another live.
I don't think I can answer that question. The question about verbs. That's a... But don't be surprised if most Americans can't explain these rules to you. The truth is, Americans make these changes in sound without even noticing. للأسف ما لقيتش إجابة ومش هتلاقي حد يجاوبك، لأن السؤال ده ما يجاوبوش غير حد درس يعتبر أساس اللغة زي النحو في العربي كده. لازم يكون حد درس، غير كده تتاخد بالممارسة.